السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في سيشن جديد من الكورس بتاعنا الخاص بسيكول سيرفر ادمنستريشن، ومكملين مع حضراتكم في الاستراتيجيز فور ستراكشرد فايل جروبس. إن شاء الله هنكمل موضوعنا النهارده وهنتكلم على الستورج تيرنج استراتيجي. طبعا اتكلمنا في السيشنز اللي فاتت خاصة بالاستراتيجيز ان دي بلانز او حاجات او سيناريوز احنا بتكلم فيها بتساعدك على ان انت تكون مفهوم ان انت ازاي تعمل داتا بيز حاطط كل الاعتبارات قصادك، حاطط اعتبارات الستورج، حاطط اعتبارات الديزاين بتاع الداتا بيز بتاعتك هتكون ماشيه ازاي. تمام، لكن هي مش حاجه الزاميه ان انت لازم تعملها، بس بنديك سيناريوهات ازاي ممكن ايه اللي يمشي معاك وايه اللي ممكن ما يمشيش معاك. فلما نيجي نتكلم على الستورج تيرنج في سيناريوهات كتير جدا، منها 2 سيناريو بياخدوهم الشركات، وليكن شركات اللي بيبقى عندها داتابيز كبيره. السيناريو الاولاني ان انا بلجأ لموضوع زي موضوع الايه البارتيشنينج. البارتيشنينج للداتا بتاعتي. البارتيشنينج ان شاء الله هنتكلم عليها في السيشنز اللي جايه، ان انا بقسم الداتا بتاعتي على فترات. تمام، فتره وليكن انا من دلوقتي لمده شهر، قبل كده من شهر ل3 شهور، من 3 شهور مثلا 6 شهور، وهكذا. تمام، دي موضوع الايه بارتيشنينج. طبعا البارتيشنينج انا بعمله لعدد من الاسباب او عده اسباب. انا هتكلم من دلوقتي على موضوع مثلا وليكن الترانزاكشن بتاعنا. انا طبعا الترانزاكشن او الداتا بتاعتي في الداتابيز بتاعتي وليكن ايه مش كلها زي ما هي. يعني انا عندي مثلا وليكن عندي 10 جيجا مثلا، دي الايه الداتابيز بتاعتي، وليكن اول جزء ده وليكن هو ايه 5 جيجا، وليكن دول اللي ايه فيهم الترانزاكشن ايه اليوميه او الحاجات اللي انا بعمل عليها ترانزاكشن، سواء انسيرت او ابديت او الكلام ده كله، او ان انا باخد منها ريبورتات مثلا او حاجه زي كده. فديت انا بستخدمها يعني يعتبر ديلي او ويكلي بشكل ايه بشكل يعني دوري. تمام، فديت انا ممكن احط الداتابيز بتاعتي او الجزء ده اقسمه بحيث ان انا احطه مثلا في ايه ستورج تيرنج، وليكن بتستخدم اللي هو الايه الريد 10، اللي هو يعتبر احنا اكتر ريد من الريدز اللي احنا طبعا اتكلمنا عليهم الفتره اللي فاتت في البرفورمانس، سواء في الريتريفنج او الايه او الادنج مثلا او الانسيرت. تمام، وعندي باقي الداتا بتاعتي او الداتابيس بتاعتي وليكن متقسمه 2 جيجا مثلا. ديت ايه هيستوريكال داتا، بس هيستوريكال داتا يعتبر ايه مش من فتره كبيره. مثلا لو قلنا مثلا ال 10 جيجا دول مكونين خلال ايه 5 years مثلا. ال2 جيجا دول ماشي، او ال2 جيجا دول اتكونوا خلال مثلا ايه السنتين اللي فاتوا. انا بستخدمهم، بس مش بستخدمهم دوريا، مثلا بستخدمهم شهريا. فدول ممكن احطهم على ايه حاجه زي مثلا وليكن بريميوم سان ستورج مثلا. ماشي، بريميوم سان ستورج. تمام، بحيث ان انا ايه برضو اقدر اوصل ليهم، بس ما يكلفونيش كتير في الكوست مثلا او الكلام ده كله. وبرضو ما يسببوليش مشاكل في البرفورمانس بتاع الريتريفنج للايه للداتا بتاعتي. تمام، وهي عندي يعتبر هنا مثلا وليكن 3 جيجا. ماشي، دي هيستوريكال داتا من مثلا ايه داتا قديمه جدا، مثلا وليكن من ايه من 4 سنين، وليكن من 4 سنين وليكن. فايه ديت يعني مش هستخدمها بشكل دوري، او مش هستخدمها الا ايه على فترات متباعده. فمش هيفرق معايا ان انا ممكن احطها على ايه سان ستورج، بس ايه الكوست بتاعها هيكون اقل من الاثنين اللي ايه اللي فاتوا. تمام، دي بالنسبه للجزئيه الاولانيه او السيناريو الاولاني اللي انا ايه ممكن الجا له في موضوع الاستورج ده. تمام، طيب ايه السيناريو الثاني؟ ان انا استخدم حاجه اسمها الاوتوميتد ستورج. وفي حاله الاوتوميتد ستورج دي انا بلجا الى ايه
ده كده يعتبر السيناريو الاولاني. وليكن كده السيناريو التاني بقى اللي هو ايه زي ما قلنا لحضراتكم اللي هو الاوتوميتد اوتوماتيك ستورج. ده فيه تو فيزز. الفيز الاولانيه دي بنستخدمها بتكون خاصه بالاناليسيس فيز، ودي بتبقى خاصه بان احنا بنحدد التير المناسبه مثلا اللي انا هبدا اخزن فيها البلوك او الفايل اللي انا هخزنه ده. وطبعا في الفيز دي بفاضل بين الكوست مثلا والاكسبنس والحاجات ديت. فموضوع الاناليسيس ده طبعا بياخد مني ايه او بياخد برفورمانس شويه عشان احدد الايه التير المناسبه اللي ابدا احط فيها الفايلز بتاعتي. تمام. الفيز الثانيه بقى ديت اللي هي الفيز الاساسيه اللي هي السكند فيز اللي هي الستورج فيز. ودي بقى فعليا اللي انا ببدا انقل بقى الداتا بتاعتي للايه التير المناسبه اللي انا طبعا اللي انا كونتها او اللي انا ايه خلاص يعني اكسبتد خلال الفيز الايه الاولانيه الايه الاناليسيس فيز. فدول يعتبر التو سيناريوز المشهورين في موضوع ستورج تيرنج استراتيجي. تمام. ويفضل ان انا استخدم الفيز الاولانيه لان الفيز الثانيه فيها شويه مشاكل خاصه بالايه بتخص الايه البرفورمانس شويه بتاع السيكوال سيرفر. تمام. ده كده ايه يعني نبذه بسيطه على موضوع الايه ستورج تيرنج استراتيجي. اتمنى يكون الشرح بتاع الجزئيه ديت واضح وما فيهوش اي مشكله، لان ان شاء الله هنتكلم في السيشنز اللي جايه على المينتيننس للفايلز والفايل جروبس، وهنشوف موضوع لو هنضيف فايلات جديده او هنحذف فايلات او نقلل في المساحه مثلا او الكلام ده كله الخاص بالفايلات والكلام ده كله. فاتمنى الجزئيه دي تكون واضحه عند الناس وما يكونش فيها اي لبس. ان شاء الله اشوفكم في سيشن جاي باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.